السلام عليكم يا جماعه. عاملين ايه؟ النهارده هعمل لكم وجبه سمك كده خفيفه، بس بطريقه جميله جدا ومقرمشه كده وناشفه وجميله جدا وهتعجبكم قوي، وهتودي السمك في حته تانية خالص، ولا شم ريحته ولا اي حاجه، عشان طبعا العيال كلها بتاكلش سمك. انا عندي بنتي باكلوا لها بالعافيه، عشان كده بقعد الف لها فيه. بصي عامل ازاي، ناشف وجميل من بره ومن جوه، سمك طري كده حلو قوي نصف جميل جدا. وعملت جنبيه شويه رز، حاجه جميله جدا وحاجه خفيفه قوي. معايا بقى، جبت عندي نص كيلو فليه سمك، قطعته كده زي الستريبس. جبت كوبايه دقيق هنا، حطيت عليه بيضه. البيضه دي بتخلي السمك يقرمش كده، وبخليه بدل معلقه المستردة. لو مش عايز تحط بيض، حط معلقه مستردة. حطيت ملح فلفل، حطيت ملح وحطيت فلفل وحطيت كمون وحطيت بابريكا وحطيت بصل باودر وحطيت توم باودر. وعندك كاري، حطي نص معلقه شاي. كركم، حطي نص معلقه شاي. ديت في التتبيله، او عفوا التتبيله او الصوص اللي انا هعمله هنزل فيه السمك. طريقه كده سهله وخفيفه قوي. وحطيت نص كوبايه نشا، بس نص كوبايه نشا اهي على الكوبايه دي، نصها هنا ونصها هنا، نصها في الكيس ونصها في الصوص بتاعه. ونص معلقه برضو بيكنج باودر هنا، ونص معلقه بيكنج باودر هنا، يعني هي معلقه وحطيت نصها هنا ونصها هنا. بقلب بقى التتبيله دي كلها. احط ميه. هعمل العجينه زي اكنها عجينه الكيكه. شفت عجينه الكيكه بتبقى طريه زي كده بالظبط، عشان تشيل السمكه ومنها تبقى شايله الصوص بتاعها. نقلبها كويس. لو عندك بقى نص معلقه كمان كركم كانت هتخليه شكله حلو قوي، بس انا ما عنديش. واحط شويه خل. الخل مع البيكنج باودر يخليه يتغلي غير المسام بتاع السمك. بصي بقى حطيتها كده، بس بقى عامل زي عجينه الكيكه وتقطره سنه. هجيب بقى السمك اللي انا السمك ده انا متبلاه في ملح وفلفل وشطه وكمون، وحطيت معلقه هريسه وتوم طبعا وليمون ومعلقه خل. التتبيله بقى اللي انت تحبيها في السمك. انا بحب التتبيله دي في السمك عشان ما بحبش يعني ريحته شويه. تتبيلاه بقى اكنك ما بتديليش سمك في الشقه. وبنزلها بقى كلها اهي. خليها لما تاخد كلها، لما كلها تتغرغر كلها في المسام بتاع السمكه. مقطعاها زي الاستريبتو كده، بيخليها ناشفه. متنسوش يا جماعه تعملوا لي لايك وتعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس. بصي بقى عندي اللي هو الكرانشي بتاع الفراخ، انا طحنته في الخلاط نص كوبايه. دي بقى بتديها القرمشه بتاعت السمكه، هي دي سر القرمشه. بصي بقى، وبهرت بقى حطيت كوبايه دقيق ونص كوبايه نشا، وحطيت اللي هي كوبايه الكرانشي دي عليها، وبهرتها بقى توم باودر وبصل باودر وفلفل اسمر وكمون وبابريكا وشطه، زي ما انت عايزه البهارات اللي انت عايزاها، بس كل ما تبهريها كل ما تخلي السمك طعمه حلو. وفي الكيس كده بطلع بقى السمك، بحط اول حاجه قلبت الخلطه كلها في الكيس، بعدين بحط بقى في الطبق وبهدل الدنيا. الكيس بيديله كفر كده ويديله تشققات في السمكه نفسها. واطلع بقى في الكيس. زودت الدقيق شويه عشان الدقيق كان قليل والكميه كانت كتيره. واقلبها برضو. طلع بقى، بصي بطلع السمك هنا، ما تبهديش بقى نفسك ولا طبق تاني ولا مش عارفه ايه. اتني بقى الطبق، اتني الكيس كده، وطلعي بقى كل كميه، اعملي كده فحره كده بيت ليهم. طلعي بقى سمكيه سمكيه كده، وحاسبه عليه عشان السمك الفليه ده مبيبقاش مستحمل قوي، يعني تطلعيه بالراحه كده عشان ميطيريش منك، عشان السمك البياض ده بيبقى ناعم قوي. بصي طلعته بقى كله كده وبقلبه. بصي بقلبه في الدقيق كده، والدقيق والخلطه الخلطه اللي انا عاملاها. الخلطه دي يا جماعه بتخلي السمك مقرمش وجميل. انا مش بحب السمك قوي، بس انا باكله بالطريقه دي. بصي بقى التضليعه بتاعت الخلطه الدقيق دي بتديله زي فراخ الكوكي بالظبط اللي بتشتريها من ماكدونالدز، وهي بتبقى سمك مش بتبقاش فراخ. طلعه بقى كله في الطبق كده بشويه الدقيق بتوعه. ما تنفضيش الدقيق في الكيس، نفضيه وانت جايه تقلي.
بص التضليعه بتاعت السمكيه عامله ازاي. هنا برضو حطيت بصليه كده حمرتها عشان اعمل شويه رز جنبيه، عشان اعمل لكم فيديو سريع كده النهارده، هو غدا سريع. نقلبها. انا عملت طبعا شويه زيت وبصلايه تحمريها كرمليها، بس انا بحبهاش مكرمله قوي. وهنا برضو حطيت الزيت. بصي بقى بنزل ايه اهو. شوفي بقى، شوفي التضليعه بتاعت السمكه عامله ازاي. انت بتنفضيه كده بتديها الشكل بتاع السمك بتاع التضليعات بتاعت السمك، وانت بتحسي ان بتاكليش سمك اصلا. ده انت بتحطي عليه كاتشب ومايونيز وتاكله، ما تحطوش بطحينه. اعملوا لايك يا جماعه واعملوا اشتراك في القناه، محدش بيعمل اشتراكات خالص. بص الساعه، بص جميل ازاي. هنا بقى خلاص انا حمرته، انزل الميه. دخلت ايه بالظبط السبع دقايق او الثمان دقايق بتوع الفيديو هما اللي عملت فيهم الاكل. انا بس قمت الصبح تبلته وسبته في التلاجة. بصي مقرمش بقى، بصي نشف وشكله جميل ازاي. بصي مقرمش مقرمش مقرمش. السمك بقى تحسيه طري كده، لان الاطفال ما مش بتحب السمك عشان كده. انا طلعت وصف مخرفش ازاي وناشف ازاي. صفيه بقى على مناديل بتاعت الآلية عشان الزيت اللي فيه، وتغرنشيه بقى انت زي ما انت عايزه. تحط تحتيه بقى خضره، تحط تحتيه كابوتشا، تحط تحتيه اي حاجه. انا بحط جنب الرز كده واحط كابوتشا والحاجات دي لوحدها، لان هم في الاخر بيرموها، لان بيبقى نازل عليها الزيت. انا بحطها في طبق لوحديها، يعني ما بحبش احط تحتيه حاجه في المنظر الاخير، لان الحاجات دي بتترمي بيبقى جاي عليها زيت التصفيه. انا بحب احطه في منديل، وبعد كده احطه جنب الرز كده. بصي بقى انا حطيت التاني، بصي نفس الخرفشه عامله ازاي. وهنا حطيت الميه والرز، وادي السمك. بصي شكله تحفه تحفه وطعمه خطير. بصي شكله مش هتقولي ان ده سمك ابدا. في الاخر بقى رصيته اوريكي بقى. بصي بيخبط ازاي اهي. وادي بصي من جوه ابيض ومن بره ذهبي كده وناشف وجميل جدا، بالهنا والشفا. ودي طريقه سهله جدا جدا جدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اشوفكم في الوجبه الجايه على خير باذن الله. كانت وجبه النهارده كانت وجبه سريعه جدا جدا.